السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي دبري ووفري في مطبخ نوجة. طبعا وحشتوني جدا جدا. النهارده طبعا قمت محتاره مش عارفه اعمل لهم غدا ايه. بس طبعا انتوا عارفين كان زمان اول ما بنحتار مش عارفين نعمل غدا ايه كنا بنعمل مكرونه وبانيه. دلوقتي طبعا بنفكر الف مره قبل ما بنعمل مكرونه وبانيه. عايزيكم عارفين اسعار البانيه وصلت قد ايه. بس طبعا ما ينفعش ان احنا نمنعه لان احنا اطفالنا طبعا اكلتهم المفضله المكرونه والبانيه بيحبوها جدا جدا جدا. فطبعا قمت ايه النهارده قلت اعمل لهم شويه مكرونه كده زي ما انتم شايفين وبانيه. وعايزه اعرفكم تتبيله البانيه بتاعتي والمكرونه بعملها ازاي. الصلصه طبعا كلنا بنعرف نعمل بس طبعا كل واحده بتختلف طريقتها من التانية. فقلت اعرفكم ايه تتبيله البانيه وازاي هوريه لكم يبقى مقرمش وجميل كده. عايزه اقول لكم كل الاطفال بتحبه. هنبدا مع بعض ونشوف مقاديرنا ايه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنا هعمل تتبيله البانيه. جبت ايه ممكن تتبيله البانيه انت تعمليها من قبلها بيوم او ممكن تعمليها في نفس اليوم بس بدري. جبت بصلايه مبشوره زي ما انتم شايفين وطماطمتين مبشورين. ما فيش اي افتكاسات. انا ما بحبش احط افتكاسات كتير قوي في التتبيلات والحاجات دي طالما النتيجه بتبقى كويسه. ما بحبش اخترع. جبت بصلايه زي ما انا قلت لكم بشرتها. تمام. وبعدين جبت طماطمتين ابشرهم زي ما انتم شايفين. عايز اقول لكم ما فيهاش اي حاجه خالص وهتعجبكم جدا جدا جدا. هيبقى طري من جوه ومن بره مقرمش وجميل وولادك هيحبوه. وطبعا كل الولاد بيحبوا البانيه يعني مفيش حد ما بيحبش البانيه. تمام. بعد ما عملت البصلايه والطماطميه عشان انا عملت طماطمتين عشان الطماطم كانت صغيره. تمام. انت ممكن تحطي طماطميه وبصلايه. وهنزل بقى ببيضه. طبعا طالما نزلنا بالبيضه يبقى احنا هننزل ايه بملح وفلفل. تمام. يبقى نزلت بالبصلايه والطماطمايه والبيضه واللبن. لازم اللبن عشان يطريها والبيض هيطريه. وهنزل بقى بفلفل كويس وملح عشان طبعا احنا عارفين البيض عشان مبقاش فيه ايه زفاره ولا اي حاجه. اقلبهم كده مع بعض. وبرده هزود ايه على التتبيله ايه انا بحب احط ايه. بحب احط ورق روله مطحون وجنزبيل. عايزه اقول لكم الجنزبيل ده يا جماعه مش بيضيع زفاره اي حاجه. وانا بحبه اصلا في الاكل. عايزه اقول لكم هو حلو قوي ومفيد. وحطيت معلقه زعتر. وخلاص على كده يبقى بصلايه طماطمايه كلهم مبشورين. بيضه ملح وفلفل زعتر جنزبيل ورق روري مطحون وشويه لبن. انا زودت شويه لبن قلت ايه عشان يبقى ايه سمكه كويس يعني. عايزه اقول لكم اللبن بيطريه وجميل. انا ساعات بعمله من قبلها بيوم واتبله واحطه في التلاجة. وساعات نفس اليوم كده اروح جايه ايه غسلاه الصبح بدري وحطاه وعاملاه. وبعديها بكام ساعه اروح جايه مشمعاه وابتدي ان انا اقليه. بصوا بعد ما عملته كده هبتدي البانيه ده طبعا انا غسلاه كويس ونقعاه في دقيق وملح ومصفياه وزي الفل ما فيهوش اي ريحه. تمام. اوعي تحطي عليه خل. ورحت نازله بيه في التتبيله. بس كده عندك استرتش غطي البلاستيكه ما عندكيش لبسي كيس وحطي في التلاجة. مفيش اي مشكله. ما توقفيش نفسك على حاجه لو الاسترتش غالي. خلاص كنت سبته بقى كتير كام ساعه. وبعدين جيت بقى قلت اشمعه. حطيت ايه انا بجيب فيجيتار سايب. عايزه تجيبي فيجيتار بواكي براحتك حار براحتك. انا بجيبه بارد عشان بنتي. وحطيت عليه معلقه نشا. ونزلت بمعلقتين من دقيق وملح وفلفل. هي دي تشميعتي. يبقى الفيجيتار حطي فيجيتار ودقيق ونشا وملح وفلفل ومفيش اي حاجه. عايزه اقول لكم النشا مش بينشفه ولا اي حاجه بيديله قرمشه. بيبقى حلو جدا. بس ما تحطيش كتير. تمام. هنزل بالبانيه بتاعي زي ما انتم شايفين. لازم تتاكدي ان انت شمعتيه كويس جدا جدا جدا. لازم يبقى متشمع قوي عشان لما تحطيه في التلاجة يعني كل حاجة متغلفة. علشان ما تحطيه في التلاجة يبقى كل حاجة متشمعة. القشرة ما تنفصلش خالص حتة البانيه. يبقى كل حاجة بتاكليها زي ما هي. بصوا انا اهو لقيت حته مش متشمعه قلت لا ودوسي عليها بالمعلقه وهاتيها من هنا ومن هنا. وابداي ان انت شمعها كويس جدا. اهم حاجه في مرحله البانيه على فكره التشميع. غير كده القشره هتفك وهيبقى اللحم لوحده والقشره لوحدها. ومش هيبقى حلو معاكي خالص خالص خالص. فانت حاولي على قد ما تقدري ظبطي ايه التشميع زي ما قلت لك عشان يبقى معاكي مظبوط ومقرمش وحلو. بصوا انا هنا ايه طبعا هشمع كله بنفس الطريقه زي ما انتوا عارفين. تمام. بصوا بفتح كده واشوف الحته اللي متنيه مش عارفه ايه اي حاجه. واروح جايه ايه مشمعها كويس جدا جدا. بصوا هعمل بقى كله بنفس الطريقه دي. طبعا ما عنديش استرتش اروح جايه عامله ايه كيس تلاجة وافتحيه. وحطي ما بين الطبقتين. خلصتي اول طبقه حطي كيس التلاجة. وحطي الطبقه اللي فوقيها. وما توقفيش نفسك على اي حاجه. خلصت البانيه وشمعته حطيته في التلاجة. عمل ما اعمل ايه نزلت بميه مغليه فيها ملح ما تحطيش فيها زيت. ونزلت قلت اسلق المكرونه بتاعتي. وبعد كده اعمل التسبيكه.
حطيت مكرونه تتسلق، ونزلت بقى بحله فيها زيت سخن، ونزلت على البصل ده زي ما قلت لكم كان هيبوظ مني. رحت عملته كله في الكبه وحطوه في الكيس في الفريزر. مرات اخويا ربنا يديها الصحه والعافيه هي اللي صاحبه الفكره دي، وقالت لي انا بعمل كده على طول. بصراحه شاطره جدا وبستفيد منها بحاجات كتير. ربنا يا رب يبارك لها في ولادها، ويا رب كده ينجحهم لها وتشوفهم في احسن حال. طبعا نزلت بالبصل وخلاص كده عملته، شوحته. هنزل بالصلصه، اوعي تنزلي بالطماطم الاول، لازم تطلعي الماده الحافظه من الصلصه. نزلت بمعلقتين الصلصه بتوعي، طلعت منهم الماده الحافظه زي ما انتم شايفين. وبعدين بقى بعد ما اطلع منهم الماده الحافظه، هنزل بكيس الطماطم. كان اخر كيس طماطم عندي مفرزاه يا جماعه، من ايام ما كانت الطماطم رخيصه. هبتدي بقى ان انا اشتري بالغالي، بس ان شاء الله اول ما ترخص هبتدي ان انا اعمل اعمل شويه طماطم حلوين، لان فعلا فعلا بتنفع قوي وداخل علينا الشتاء، وكلنا مش هنستغنى عنها. طماطم غاليه جدا، يا رب ارحمنا برحمتك يا رب. بس كان اخر كيس، قلت الحمد لله بارك الله فيما رزق. نزلت عليها بقى انا بحب اتبلها ملح وفلفل كزبره ناشفه وشويه سكر. اكتر من كده ما بحطش. ملح وفلفل كزبره ناشفه وشويه سكر، واقلبها واسيبها على نار هاديه مع نفسها تتسبك. عايزه اقول لكم بتبقى طعمها تحفه زي بتاعت بره وجميله جدا. انا صراحه بعملها كده على طول، ما بغيرش طريقتي فيها. انت بقى لو بتعمليها بطريقه تانية مرتاحه عليها، كل واحد وراحته، انت وراحتك. قلت اعمل لهم شويه طحينه. الطحينه دي يا جماعه بيتي، انا عاملاها في البيت، انا ما بشتريش طحينه من بره. عايزه اقول لكم موفره، اقتصاديه، نضيفه، زيت نضيف، كل حاجه انت بتعرفي تعمليها في بيتك، بتبقي عارفه ان هي امنه عليكي وعلى صحتك وصحه اولادك. نزلت بالطحينه بتاعتي، هنزل عليها بشويه خل، شويه زيت، ملح وكمون زي ما انتم شايفين، وحته تومه صغيره. ما تزوديش، في ناس بتحبها من غير توم، بس انا عندي بيحبوها فيها توم، وانا بحبها فيها توم زي ما انتم شايفين. يبقى نزلت بالطحينه. ان شاء الله هبقى اعمل معاكم الطحينه واوريكم الطريقه، انا كنت عاملاها قبل كده في القناه، هعملها لكم تاني، وان شاء الله بجد بجد هتعجبكم، هتوفر معاكم كتير، بتقعد معايا كتير جدا. تمام. نزلت بالطحينه والخل والزيت والملح والفلفل والملح والكمون وحته التومه الصغيره. ابتديت بقى ان انا اقلبها زي ما انتم شايفين. عايزه اوريكم قوامها، هيبقى كريمي وتحفه. الميه ما تنزليش بيها مره واحده، انزلي بيها واحده واحده، مش كتير، علشان ما تبوظيش الطحينه وتخليها خفيفه. بصوا انا حطيت شويه ميه قدامكم، وقلبيها. لازم ما تقوليش لا دي فكه من بعضها، لا قلبيها كويس جدا عشان تبقى عامله شبه الزبادي كده، هتبقى كريمي معاكي. مش اول ما تحطي الميه تقولي لا 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 لا، ما تستعجليش عليها، هتعجبك قوي 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 ان شاء الله. بس كده، وكنت عملت لهم الطحينه زي ما انتم شايفين، والطماطم خلاص كمان كانت على النار اتسبكت. بصوا كانت كده خلاص، لما بتعمل كده على الوش تبقى الطماطم طبعا خلاص اتسبكت. انت بتظبطي ملحك طبعا وفلفلك وحاجتك، انت عارفه بتدوقي، ولو مش عارفه انت عارفه مقدار ايديكي وميزانك. الطماطم كانت اتسبكت معايا، قلت بقى يلا اخر حاجه بعملها، اكون البانيه بقى اخد فرصته في التلاجة. حطيت طاسه فيها زيت، ونزلت بيها قلت اقلي البانيه بتاعي. انا بقليه على نار هاديه جدا، عشان مش بحب البانيه غامق، بحبه متوسط. يعني مش انا عامه اي مقليات، ومش بحب احط زيت كتير. ليه بقى؟ علشان انا الزيت بستخدمه مره او اتنين بالكتير. اي زيت اي مقليات ما بحبش استخدمها كتير، وما بحبش اصلا اعمل مقليات كتير. يعني مش دايما تلاقوني بعمل بطاطس مقليه وبتنجان مقلي، لا ما بحبش المقليات. بصوا انا هنا كنت خلصت وقليت البانيه، وغرفت المكرونه، وحطيت الطحينه، وعملت بقى شويه، خدت من التسبيكه شويه معلقتين صلصه، حطيت عليهم شطه وخل ونقطه ميه، ورفعتها على النار غلت غلوه، وعملت لهم احلى دقه علشان يحرشوا بيها مع المكرونه. وبكده كان اكلي خلص. الحمد لله، ربنا يديمه علينا نعمه ويحفظه من الزوال يا رب. انت طبعا بتقلي البانيه على قد الموجودين، لان البانيه بيتاكل سخن. غير كده اي حد بيجي بتروحي قلياله البانيه بتاعه طازه بطازه. يا رب كده تكون اكلتي خفيفه على قلبكم، واكون دايما عند حسن ظنكم، واكون بقدر افيدكم ولو بمعلومه صغيره. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في قناتي، ودبري ووفري في مطبخ نوجة، وربنا يحسن ما بين ايديكم.